تعالوا بقى شوفوا الاختراع التحفة ده. كيكة عملتها في دقيقة واحدة في الميكرويف. عايزين بقى تسموها المسخسخة، كيكة الحليب اللي انتوا عايزينه. هنحط بيضاية ومعلقة سكر ومعلقة زيت ومعلقة خل ورشة فانيليا وكمان بيكنج باودر ومعلقتين حلوين كده من الدقيق. وتعالوا بقى نقلب كل ده تقليبة كويسة جدا لحد ما الخليط يتماسك في بعضه كويس قوي. انا كنت شفت الطريقة دي عن طريق الشيف منار هشام بجد وجربتها وعجبتني قوي. هنجيب بقى طبقين شوربة او اي طبقين صغيرين عندكم، هندهنهم بالزيت كويس قوي ونملاهم لحد النص كده، لحد ما الخليط يوصل للنص تقريبا، وندخلهم الميكرويف دقيقة ونص او دقيقتين ماكسيمم على حسب قوة الميكرويف بتاعكم. هنخرمها كده ونسقيها باللبن غرقوها بقى لبن كده يا جماعة ودلعوها بجد شوية حلوين. وحطوا بقى اي صوص عندكم، عايزين تحطوا صوص كراميل. انا حطيت مربى فراولة فيتراك وكانت بجد تحفة وفلافي وطرية، ومش قادرة اقول لكم ازاي سهلة وخطيرة في دقيقة، بجد تحفة. فاعملوا بقى فولو سبسكرايب وتعالوا اوريكم وصفات ألذ واحلى مش تاخد منكم ثواني. لو اول مرة تشوفوني انا رشا حفيظ، ما تنسوش اللايك والفولو.